بالخارج بالغرفة التجارية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. اولا خليني بس اتوقف عند الشعبة نفسها، يعني يقول لي يعني اهدافها ايه، وازاي اي حد بيبقى عايز يعني يلتحق باي عمل بالخارج يرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعبة الحاق العمالة بالغرفة التجارية هي عبارة عن ممثل لشركات الحاق العمالة المصرية المرخصة من الدولة المصرية لإلحاق العمالة بالخارج. احنا بنتكلم دلوقتي على عمال. يعني احنا بنتكلم على العاملين راغبي العمل، بس انا قصدي العمالة الفنية يعني ايا كانت كلمة العمالة برضو معلش بعد اذن حضرتك تعني في القاموس الدولي انه كل انسان يعمل ايا كان. يعني مقصود هنا لو دكتور يجي حضرتك دكتور محمد صلاح لاعب الكرة اللي مشرفنا نفس القصة بالظبط، هو عامل بالخارج، هو رجل يعمل بالخارج. الاستاذ دكتور يعمل في كذا كذا في الخارج، هو عامل. كلمة عامل تعني انه له عمل ايا كان نوع العمل. يعني ايا كان نوع العمل توفير الفرصه هيكون من خلال شركات الحاق العماله بالخارج. احنا ممثلين لها في الغرفه التجاريه اللي هي شعبه الحاق العماله، وشركات الحاق العماله هي اكثر من 1200 شركه مرخص لهم من الدوله المصريه بايه؟ بهذا العمل. تمام. ده اللي احنا عايزين نشير اليه، ان في شركات مرخصه ودي يجب ان احنا ننظر اليها تماما، لان في شركات غير مرخصه ودي المشكله اللي الناس بتقع فيها كتير. اتفضلي. تمام. ده فيما يخص العماله. الشعبه انت اتكلمت عن الشعبه. يعني التوظيف. ايوه. بمعنى اصح. توظيف الخارجي. بالظبط. تمام. لان بيبقى في بعض الشركات متخصصه في الدراسه بالخارج، دي مختلفه، دي لا حاجه دي غير خالص. تمام. ده موضوع غير. طيب ايه اهم الوظائف المطلوبه حاليا في السوق العمل الخارجي؟ خلينا بس نتكلم دي مختلفة على حسب الدولة. خلينا نتكلم بس في حاجة مهمة قوي. اولا بنقول مبروك لابنائنا الناجحين في الثانوية العامة، واللي هم عمال المستقبل او هم كوادر العمل في المستقبل. الناس دي مهم جدا ان احنا بنقدم لهم التهنئة، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في القادم، وبنهنئ اهاليهم قبل كل شيء، وبنقول عليك حسن اختيار الدراسة، لان انت بعد تخرجك هتبقى محتاج الكلية اللي انت دخلتها دي، هتبقى محتاج عمل بعديها. ازاي تدخل كلية اصلا؟ بالتالي بعد ما تتخرج تكون فرصة العمل جاهزة قدامك، مش محتاج انك تدور او تبحث عن حيثية او واسطة او غيره، لا، تكون مطلوب لسوق العمل في هذه بعد تخرجك مباشرة. الكلام ده لو احسنت اختيار الكلية او الدراسة اللي انت هتخش عليها، فدي نقطة مهمة جدا هنشير اليها. اما مسألة ايه المهن المطلوبة في الخارج، الجزئية اللي حضرتك بتتكلم عليها دي